السلام عليكم. كيف حالكم؟ عساكم طيبين إن شاء الله ومبسوطين. فرشتوا حلقة من النسوة، أرسلتوها في الجروبات، رتبتوها، شيرتوها، سويتوا فيها كل الأشياء اللي لازم تصير ولا لسه؟ إذا لسه هي أمشي يا أبواب. ما حتطلع في السناب. استنى أبو، عندي هرجة مهمة أبغى أقولها، أصبر. ولا شيء، سلامتكم. الهرجة وما فيها إنه دحين أنا الحمد لله تخرجت وأريد بدرس في جامعة دار الحكمة. وكأي طالب مبتعث كانت دائما عندنا مش يعني ايشوز مع الملحقية، وكنا بنحاول نحلها بقدر الإمكان بدون أي شوشرة، بكل هدوء. يعني الصراحة أنا كنت ضد إنه الواحد يقعد ينتقد ويسوي. صراحة فكرة البعثات كانت فكرة رائعة وجميلة وأتاحت لنا فرص جدا جميلة، لكن السيستم، سيستم الملحقية اللي بتشتغل به هو كويس، اللي هو سفير، وعلى فكرة فاز في القمة العالمية للحكومات على مستوى على مستوى الدول العربية كأفضل نظام تطبيق تعليمي على الهواتف الذكية. والحق هو السيستم ذكي، لكن الشغل عليه لا. بعد حروب طويلة مع السيستم وتتلغي البعثة وما تتلغي البعثة وجنان، ويكون باقي لك بس شوية يقوم يقول لك لا نقطع عنك الراتب، جنان. الحمد لله بعد كل الواحد اتخرج واخذ شهادته وده كله، جينا نبغى ننهي البعثة وناخذ مستحقات التخرج. يقوم ايش يقولوا لي؟ يرفضوا الطلب ويقول انت اساسا بعثتك انتهت بالتاريخ الفلاني، فانت لازم تطلبي طلب تمديد بعثه ونوافق لك عليه بعدين تنهيها. يعني انا جيت البلد من كم شهر وبشتغل اوريدي، والشهاده خلاص حاضره وموجوده، يبغوني امدد بعثه. يا ريت ابغى ارجع والله. المشكله في الاجراءات دي انه عشان يمشوا روتين يعني يضيع وقتنا ويضيع وقتهم. طب يمكن اكون انا مثلا ضيعت خطوه في النص اللي سببت في كده، مع انه انا من طرفي ما في اي نوع من انواع التاخير. الفايفا او الاختبار الشفوي كان في يوم، بعدها بكم يوم ارسلوا لي التعديلات ارسلتها في وقتها، وجاء الاورد او البي اتش دي ديجري او درجه الدكتوراه في وقتها، ما في ابدا اي تاخير. انا ماني عارفه ليه بيسووا كده، ماني فاهمه والله. نفرض انا في مثلا خطوه من الخطوات ما سويتها، اقرصوني ايدني يقولوا لي يا هتون ما ينفع، كان لازم تسوي كده، بس خلاص نحن حنمشي لك القضيه الان. بتقولوا لي طلب تمديد بعد خلاص. سامحوني اذا كان بعضكم يعني هذه الهرجه ما تعني ولا اي شيء، بس يا جماعه مو معقوله تكون المؤسسات التعليميه متعنته واكثرها تعنتا. انا حتى مع ولدي احمد مريت بتعنت. انا ولدي احمد حطوه تاني متوسط وهو المفروض يكون اولى متوسط، ورحت اداره التعليم، عمري في حياتي ما شفت تعنت وامخاخ ناشفه زي كده. ليه انتوا تعليم يعني مرونه؟ طبعا سويت طلب تمديد البعثه زي الشطار، رغم انه شافتها يعني ضياع للوقت، بس ما اعرف. يعني اتمنى والله لو نقدر نسوي شيء يحسن الاشياء. الآن فقط خلصت الفويس اوفر، واللي كان بيسأل فويس اوفر حق ايش، حق اعلان ان شاء الله باذن الله حينزل قريب لمعطر جو. الاستوديو اللي كنت فيه يصوروا فيه اعلانات راديو، فانا خايف يكون نفس المكان اللي يصوروا فيه. ها يا جماعه تبغى سندويش دجاج ب5 ريال؟ لا يا رب ما يكون